في واحد اسمه وونج كيم آرك اتولد سنة 1873 في أمريكا لأبوين صينيين كانوا عايشين هناك، ووقتها كان في قوانين عنصرية ضد الصينيين، وأمريكا مش عايزة مهاجرين صينيين يبقوا مواطنين. بعد ما وونج كبر سافر للصين زيارة، ولما رجع السلطات الأمريكية رفضت تعترف بيه كأمريكي عشان أهله صينيين، لكن هو رفع قضية وقال أنا مولود في أمريكا يبقى أنا أمريكي، واستند على التعديل ال 14 في الدستور الأمريكي اللي بيقول ببساطة إن أي حد اتولد على الأرض الأمريكية يبقى مواطن أمريكي بغض النظر عن جنسية الأهل. الكلام ده كان سنة 1898 لما الموضوع وصل للمحكمة العليا، وهناك القضاء أيدوه بالفعل، وبكده كسب وونج كيم آرك القضية، والمحكمة أكدت حق الجنسية بالولادة من 125 سنة، لحد ما ترامب جه وأصدر قرار تنفيذي بيحط قيود على التجنيس بالولادة. القرار اللي واجه تحديات كبيرة وأصوات معارضة كتير، لكن ترامب شايف إن ليه أسبابه اللي خليته ياخد الإجراء ده. فيا ترى إيه دوافع ترامب للقرار ده، وإيه تأثيراته على المجتمع الأمريكي؟ والأصوات المعارضة هل عندها حجج قانونية تقوي موقفها وتكسب المعركة قدام ترامب ولا لا؟ كل ده واكتر هنجاوب عليه النهارده. انا محمود طولان، وتعالوا نشوف الرابط. أبيات الشعر المنقوشة على تمثال الحرية من سنة 1883 طول عمرها رمز للحلم الأمريكي، واللي بتقول اعطني متعبيك وفقيرك جماهيرك المتجمعة التي تطوق إلى التنفس بحرية. وده خلى ناس كتير مقتنعين إن أمريكا هي أرض الفرص للجميع من غير تفرقة. لكن كين كوتشينيلي رئيس إدارة الهجرة الأمريكية في 2019 تلاعب بالكلمات دي خلال مقابلة ليه على الإذاعة الوطنية العامة NPR، وقال إن القصيدة بتقول في كلامها عن المهاجرين القادرين على الوقوف على أقدامهم ومن لا يصبحون عبئا عاما، وده طبعا عشان يبرر سياسات ترامب تجاه الهجرة والتجنيس. لكن سياسات الهجرة فضلت منفتحة، ومن ضمن الإحصائيات الأعلى في تاريخ البلد من أكتر من 96 سنة كان سنة 2022 لما تخطى عدد اللي أخذوا الجنسية الأمريكية المليون مهاجر. طيب الناس بقى بتجري ورا الجنسية الأمريكية ليه؟ هقولك ببساطة عشان أمريكا بتقدم مزايا كتير بتجذب الناس من كل حتة في العالم، عشان قوة اقتصادها وسوق العمل فيها متنوع، وتقدر تلاقي فرصة عمل تناسبك بسهولة. ده غير الخدمات الاجتماعية اللي بتوفرها أمريكا، وكمان من غير تأشيرة خالص يقدر حامل جواز السفر الأمريكي إنه يدخل ل 188 دولة، وده بيخليه أقوى جوازات السفر على مستوى العالم. وعندك المنح الدراسية والفرص في أفضل الجامعات في العالم، ده غير حماية القانون الأمريكي لحقوق المواطنين داخل أو خارج البلد. لحد هنا وماشي، لكن زي ما انت عارف ان الجنسية الأمريكية كان ممكن تاخدها بالإقامة 5 سنين في البلد، أو بالجواز من مواطنة أو مواطن أمريكي، أو الاستثمار، أو كمان الميلاد على الأراضي الأمريكية. وخليني أقول لك إن أمريكا كانت واحدة من 30 دولة بتدي الجنسية تلقائيا للمواليد على أراضيها، لحد ما جه ترامب وحس بعزة نفس الأمريكان وقال هو اللي رايح واللي جاي كده يبقى أمريكي، وراح موقع أمر تنفيذي عنوانه حماية معنى وقيمة المواطنة الأمريكية، واللي بيلغي حق التجنيس بالولادة، واللي كان مطبق بحكم التعديل ال 14 في الدستور الأمريكي، وبيقول إن كل الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولاياتها القضائية هم مواطنين للولايات المتحدة وللولاية اللي بيقيموا فيها. والحق ده اتعمل بيه وفقا لنص الدستور بعد الحرب الأهلية، لما عاز الكونجرس يضمن ان اطفال العبيد المحررين ياخدوا الجنسيه الامريكيه، وخاصه في الولايات الجنوبيه. طب المحافظين بقى ماسكين في جمله الخاضع لولايتها القضائيه ليه؟ وشايفين ان ده بيعني ان الاطفال المولودين لمواطنين ومقيمين دائمين هم بس اللي من حقهم ياخدوا الجنسيه. فترامب بالقرار ده بيستبعد اللي اهلهم موجودين في امريكا بشكل غير قانوني، او الاشخاص اللي امهاتهم موجودين في البلد بشكل قانوني ولكن لسبب مؤقت وابائهم مش مواطنين او مقيمين دائمين. لكن استاذ القانون الدستوري في جامعه فرجينيا قال ان ده سوء تفسير للقانون، وان لو تفسير المحافظين ده صحيح فده معناه ان هو لا يمكن معاقبه المهاجرين غير المسجلين لارتكابهم جريمه في الولايات المتحده، لانهم بيخضعوا بس لقوانين بلدهم الاصليه. وقال خبراء القانون ان موافقه الكونجرس على الغاء حق التجنيس بالولاده غير كافي، لان انهاء الحق ده بيحتاج لتعديل الدستور، وده الشيء اللي من الصعب جدا انه يحصل، لان تعديل الدستور مش بس بيحتاج موافقه الكونجرس، ده كمان بيحتاج تصديق 38 ولايه على الاقل من اصل 50 ولايه امريكيه. والموضوع فعلا ممكن ما يكملش، لان في تحديات كبيره واصوات معارضه لقرار ترامب ووارد تفرض رايها، زي ان 22 ولايه امريكيه طعنوا قدام المحكمه عشان عدم دستوريه القرار، وقاضي المحكمه الجنائيه الامريكيه قرر تعليق محاوله ترامب لالغاء حق الجنسيه بالولاده. وفي المقابل كمان هيروشي موتومورا استاذ قانون الهجره في جامعه كاليفورنيا
قال إن المواطنة المكتسبة بالولادة أعمق بكتير وأكثر أهمية لعمل البلاد من أي شيء آخر. كمان نائب رئيس الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في معهد كاتو المؤيد للهجرة بيقول إن واحدة من الفوائد الكبيرة هي إن الأشخاص المولودين في أمريكا مواطنين مش طبقة دنيا غير قانونية، وده بيمثل استيعاب وتكامل أفضل للمهاجرين وأطفالهم بسبب حق المواطنة بالولادة. طيب ترامب بيعمل كل ده ليه؟ لأنه ببساطة شايف إن التجنيس بالولادة بيفتح الباب للهجرة غير الشرعية اللي هو بيحاربها بكل أسلحته، وشايف إن الخطوة دي هتطبق معايير أكتر صرامة على اللي عايزين ياخدوا الجنسية. شبكة NBC نيوز قالت إنها تصدر تعليمات للوكالات الفيدرالية الأمريكية عشان ترفض تقديم الوثائق الأساسية اللي بتثبت هوية الأطفال دول زي جوازات السفر وأرقام الضمان الاجتماعي. وخليني أقول لك إن موضوع سياحة الولادة ده بيزعج ترامب من ولايته الأولى، ودي مش أول مرة يطرحه، وكتير اشتكى من إن النساء الحوامل من دول تانية بيدخلوا الولايات المتحدة بفيزا سياحية قانونية، والبلد ما تعرفش عنهم حاجة بعد كده ولا عندها سجلات محدثة عن عدد الأطفال دول. وحجم سياحة الولادة في أمريكا بيوصل لحوالي 37,000 ولادة سنويا، فتيجي الحامل تولد في أمريكا عشان تضمن لابنها الجنسية وتمشي بعدها. وفي فترة ولايته الأولى فرضت إدارة ترامب قواعد بتؤمر المسؤولين القنصليين برفض تأشيرات الدخول للنساء اللي بيشتبه إنهم مسافرين للولادة إلا لو في ضرورة طبية وإنهم قادرين يدفعوا تكاليف الرعاية في المستشفى مش على حساب دافع الضرائب. وده اللي خلى المتحدثة الإعلامية لترامب تقف قدام الإعلاميين في 2020 وتقول إن سياحة الولادة بتهدد بإثقال الموارد القيمة للمستشفيات وزيادة النشاط الإجرامي، وإن الثغرة دي في سياسة الهجرة لما تنتهي فده هيحمي الأمن القومي. طيب ليه ترامب خايف إن كل اللي يحط رجله في البلد يتفرض عليها بالأمر الواقع؟ ويا ترى حجم الأزمة اللي شايفها ترامب قد إيه؟ في ما بين 300,000 ل 400,000 طفل سنويا بيتولدوا لآباء مهاجرين غير شرعيين، وده حسب مركز دراسات الهجرة. ورغم الوضع غير القانوني للأب والأم إلا إن السلطات التنفيذية للحكومة الأمريكية بتعترف بالأطفال كمواطنين أمريكيين عند الولادة. وفي سنة 2018 معهد سياسات الهجرة الأمريكي قال إن حوالي 4 مليون طفل أقل من 18 سنة بيعيشوا مع والدين واحد منهم وضعه مش قانوني، وإن حوالي 1.3 مليون طفل مع أبوين الاثنين وضعهم مش قانوني. وحط على كل ده حوالي 900,000 طفل في أسر واحد من الوالدين اترحل من أمريكا. وخليني أرجع بيك 10 سنين لورا، لأن الحقيقة إن جري الناس عشان يلحقوا يدخلوا أمريكا بأي شكل وبأي صورة حتى لو هيضحوا بأولادهم بقى واقع مؤلم لأمريكا، خصوصا في مايو 2014 لما وزير الأمن الأمريكي وقتها جي جونسون اتبلغ من مسؤولين الجمارك وحماية الحدود إن الوضع خارج السيطرة في جنوب تكساس بسبب أعداد هائلة من الأطفال موجودة في مراكز حرس الحدود الأمريكي. الأطفال دول جم من أمريكا الوسطى زي المكسيك وكولومبيا ودخلوا الحدود من غير أهلهم عشان يبقى أمر واقع قدام السلطات الأمريكية إنها ترعاهم وتقدم لهم الدعم المادي بحسب القانون الأمريكي، وبكده أهلهم يضمنوا حياة أفضل لأولادهم ومن بعدها ليهم هم كمان. وتخيل أنت عدد الأطفال دول وصل من حوالي 39,000 طفل في سنة 2013 ل 68,541 طفل في سنة 2014، يعني حوالي 80% زيادة. المنظمة الدولية للهجرة العالمية قالت إن في 2022 في 2.4 مليون حالة توقيف وطرد على الحدود بين أمريكا والمكسيك. متخيل الأعداد الرهيبة دي اللي متشعلقة حرفيا في الحلم الأمريكي؟ هم بيرسموا لولادهم أحلام وصور عن أمريكا عاملة إزاي تخلي الطفل بيخاطر بحياته وبيشوف أهوال صعبة إزاي عشان يوصل للواقع اللي رسموه له أهله. لكن خليني أقول لك إن الأمل ممكن يكون موجود في بعض الطرق القانونية اللي بتتيحها أمريكا زي تأشيرات H1B1 واللي بتلبي احتياجات العمل في السوق الأمريكي خصوصا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة. لكن طبعا بيكون عليها سباق كبير لأن عددها محدود وبترتبط بشروط تعليمية معينة، لكن مفيش شك إنها بتمثل فرصة للي عايزين ينضموا للمجتمع الأمريكي بشكل قانوني. وأكيد الحلم الأمريكي مشروع للجميع، لكن الكاتب كونر ويليامز قال في مقال ليه في ذا جارديان إن مطاردة الحلم الأمريكي بقت أصعب بالنسبة للجيل الحالي، وإن المقولة المتوارثة عن إنه يكفي إنك تعمل بجد وتتبع القواعد عشان تنعم بكل امتيازات الطبقة المتوسطة ما بقتش صحيحة، وإن حلم الصعود على السلم الاجتماعي الأمريكي لا شك إنه بقى حلم بعيد المنال. في النهاية الحلم الأمريكي لسه موجود لكن بشروط، ومع تغيير سياسات الهجرة بقى تحقيق الحلم ده أصعب على الملايين. فهل هتفضل أمريكا تشتغل بمعنى القصيدة المكتوبة على تمثال الحرية وتفضل أمريكا أرض الفرص للجميع، ولا هياخدوا بتفسير إدارة ترامب للقصيدة وللدستور كمان؟ قول لنا رأيك في التعليقات وما تنساش اللايك وشير الرابط.